بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل أسئلة الفصل الخامس مع السؤال 35. بيقول: سقط فوتون من أشعة إكس طوله 10 أس 13 متر على إلكترون حر، فتشتت الفوتون وأصبح طول الموجي 2 في 10 أس 13، يعني طول الموجي هنا مزاد، لأن مقدار الزيادة في طاقة الحركة التي يكتسبها الإلكترون هتبقى كام؟ تعالوا نشوف مع بعض على السبورة. كام؟ ده هنا الاختيار المناسب بالنسبة لي هو الاختيار رقم د. السؤال اللي بعد كده هو بيقول: بفرض أن تحولت كتلة مقدارها 10 أس سالب 6 إلى طاقة بالكامل، فإن مقدار الطاقة الناتجة. أنا عندي دلوقتي الطاقة بتساوي طبعا بعلاقة أينشتاين M في C تربيع. أنا معايا الكتلة، هضربها في مربع السرعة وأشوف هتساوي كام تقريبا. هتساوي 9 في 10 أس 10 جول. طيب نيجي بعد كده للسؤال اللي وراه. بيقول: الكتلة السكونية للفوتون تساوي. الفوتون ملوش كتلة أثناء السكون، وبالتالي هتكون كتلته بتساوي صفر، لأن كل كتلة الفوتون بتتحول إلى طاقة بيكتسبها الإلكترون، كتلته السكونية هتكون بتساوي صفر. السؤال اللي بعد كده هو بيقول: عند سقوط شعاع ضوئي أحد اللون طاقته إي على سطح ما، فانعكس على الشعاع الضوئي، فإن التغير في كمية الحركة بيساوي كام؟ طيب أنا دلوقتي عندي كمية الحركة نفسها بتساوي الطاقة مقسومة على السي. طيب الطاقة ممكن أفكها ب اتش ميو على سي، بس أنا ما عنديش حاجة فيها ولا اتش ولا ميو ولا لامدا مثلا. طيب هو هنا حصل إيه للفوتون؟ هو حصل هنا الفوتون إن هو انعكس، يعني هو لو كان رايح بكمية حركة اسمها بي ال، فهو انعكس بكمية حركة تانية اسمها سالب بي ال. يبقى هنا التغير في كمية الحركة بتاعتي هتبقى سالب بي ال ناقص بي ال، يعني سالب 2 بي ال يعني 2. يبقى هتبقى 2 اي سي 2 اي على سي، او 2 اتش يو على سي. يبقى هتبقى الإجابة رقم ج. تاني إن الفوتون هنا لما سقط بكمية حركة على سطح كان اسمها بي ال، وبعدين لما ارتد بطاقة حركة تانية أو بكمية حركة تانية اسمها سالب بي ال، لأن كمية الحركة كمية متجهة، وبالتالي هو لو راح بي ال يبقى هيرتد بسالب بي ال. التغير في كمية تحركه أو طاقة حركته، كمية تحركه التغير في كمية تحركه هتبقى كمية التحرك التانية ناقص كمية التحرك الأولى. كمية التحرك التانية اللي هي سالب بي ال ناقص بي ال يبقى سالب 2 بي ال. هنا هو عايز المقدار، بالتالي مش عايز الاتجاه، يبقى هتبقى 2 بي ال على 2 بي ال. البي ال نفسها اسمها اي على سي، يبقى 2 اي على سي. السؤال اللي بعد كده بيقول إن أنا عندي شعاع ضوئي أحادي اللون طاقته الكلية 318 جول، وبعدين طول الموجي لهذا الشعاع 500 نانو متر، فإن عدد الفوتونات الكلية في هذا الشعاع هتساوي كام؟ تعالوا نشوف
مع بعض على السبورة حل هذا السؤال. أنا عندي الأول الطاقة بتساوي إيه؟ الطاقة بتساوي اتش نضرب بقى في التردد نيو. طيب أنا هنا معيش نيو، أنا هفك النيو لأن هي سي على لمبة. دي كده الطاقة لما يكون لي عدد واحد فوتون. طب أنا عندي هذا الشعاع أو الضوء المساقط شعاع من عدد من الفوتونات، يبقى لازم أضربه في N للفوتونات. طيب طاقة الشعاع اللي معايا هو مديهاني بكام؟ الطاقة الكلية للشعاع ب 318 جول، هتساوي اتش سبب بلانك موجود في سي سرعة الضوء على اللمبة 500 نانو. ال 500 منساش إن أنا أحولها. طب إزاي بحول النانو؟ هضرب ال 500 في 10 أس سالب 9. الكلام دوت مضروب في عدد الفوتونات، واحسب من هنا عدد الفوتونات أشوف بيساوي كام. هيطلع عدد الفوتونات هنا 8 في 10 أس 20 فوتون. طيب نروح نشوف كده الإجابة في السؤال. هلاقي إن الإجابة هتكون من ألف اللي هو 8 في 10 أس 20. السؤال رقم 40 بيقول سقط شعاع ليزر قدرته، وهنا بيتكلم عن الباور. متنساش إن الباور هي عبارة عن إي مقسومة على تي، وطوله الموجة 632 نانومتر على سطح المتر، فإن عدد الفوتونات الساقط خلال دقيقة هيساوي كده. طيب تعالى نشوف هنحلها إزاي مع بعض المسألة دي. أنا عندي أي باور بتمثل الطاقة مقسومة على الزمن. بالنسبة لي هنا الطاقة عشان أنا معايا الطول الموجي هعوض عنها ب اتش في سي على لمبة. ما ننساش إن تحت في المقام تي. الكلام ده لما يكون الفوتون واحد، لكن لو أنا عندي شعاع من الفوتونات يبقى أنا لازم أضرب دوت في إن. الباور اللي معايا 100 واط، يبقى أنا هنا بحط 100 واط بتساوي اتش سبب بلانك في سرعة الضوء في عدد الفوتونات اللي هو عايز يعرفه مقسوم على الطول الموجي اللي هو 632 نانو متر، يبقى هنضربه في 10 أس سالب 9. بالنسبة لي الزمن اللي هو طلبه في دقيقة، يبقى في كام؟ في 60. طيب يبقى أنا هنا لو أنا عايز ال N يبقى أنا هقول N بتساوي، طبعا مش هتتكسر، هضرب المية اللي هو الباور اللي معايا في 600 232 في 10 أس سالب 9 في 60 مقسومة على اتش سي، واحسبها عشان تساوي كام. يطلع عدد الفوتونات بيساوي 1,907 من 1000 في 10 أس 22. ممكن نقول إن هي بالتقريب هتساوي 1.91 في 10 أس 22. طيب ده كده عدد الفوتون. نرجع نشوف في السؤال الاختيار هيكون بكام. هنلاقي إن الاختيار المناسب بالنسبة لي هو الاختيار نمرة ب، اللي هو عدد الفوتونات يساوي 1.91 في 10 أس 22 فوتون. السؤال اللي بعد كده
بيقول الشكل المقابل يمثل العلاقة البينية بين الطول الموجي ومقلوب كمية الحركة، لأن قيمة ثابت بلانك تساوي. طيب دي كده تمثل بالنسبة لي علاقة دي برولي. طيب آه لو أنا حبيت أحلها إزاي؟ طيب علاقة دي برولي بتقول إن لما بتساوي اتش مقسومة على البي ال. طيب أنا عندي على الرسمة البيانية هي علاقة ما بين، يعني في الرسمة البيانية هو بيجي هنا علاقة ما بين واحد على بي ال وعلى محور السينات مع اللامدا، بس اللامدا هنا بالنانومتر. طيب وأعطيني رقمين، رقم هنا ورقم هنا. طيب هل أنا ممكن أستخدم هذه الأرقام في إن أنا أعوض بيها؟ بالفعل. يعني هنا عند لامدا هلاقي إن هو مديهاني 15.56 نانومتر. يبقى أنا ممكن أشيل لمبة وأحط مكانها 15.56 مضروبة في 10⁻⁻⁹. وده بيساوي اتش في 1/بي ال. يبقى أنا فصلت البي ال دي بواحد على بي ال مضروبة في اتش. طيب مش واحد على بي ال ده هو اللي موجود هنا على الرسمة البيانية؟ يبقى الرقم ده أنا هاخده كده زي ما هو من هنا من الرسمة اللي هو مكتوب عليها 250. بس نخلي بالنا إن على محور الرأس فوق هنا مكتوب فيه 10⁻⁻23. يبقى أنا هنا كل اللي أنا هعمله إن أنا هشيل الواحد على البي ال دي وأحط مكانها. يبقى إحنا قلنا إيه؟ إحنا قلنا هنشيل الواحد على البي ال دي كده كلها خالص، وهنحط مكانها 250. هتبقى فيه 10⁻⁻23. هنحسبها مع بعض هنلاقي إن الاتش دي بتساوي بالظبط 6.224 من 1000 في 10⁻⁻34. طبعا هنا المسألة مش على سبب البنك اللي احنا حافظينه بس 625. يعني هو هنا معايا المسألة بحيث إن أنا هحل المسألة عشان أجيب منها قيمة ثابت برانك. طيب نشوف كده في الاختيارات ده نمرة كام. هيطلع معايا الاختيار نمرة 1000 اللي هو 626 في 10 أس 4 سالب 34. سؤال 42 بيقول جسمين كتلتهم على الترتيب M و2M وطولهم الموجي بتاع دي براولي المصاحب لحركتيهما لندا ونص لندا، وكانت سرعة الأول V، فإن سرعة الجسم الثاني هتكون كام؟ طيب هنا هو في علاقة ما بين لندا وفي، هي في علاقة دي براولي. دي براولي بيقول لندا بتساوي اتش على ام مضروبة في. يبقى احنا لو قلنا لندا واحد على لندا اتنين، طبعا احنا معانا الاتش ده يعتبر بالنسبة لنا مقدار ثابت. يبقى كده ايه العلاقة اللي ما بين اللندا والام مع الفي؟ بتكون عكسية. يبقى احنا لو قلنا لندا واحد على لندا اتنين هقول بتساوي ام اتنين مضروبة في في اتنين مقسومة على ام واحد في في واحد. هو قال لي إن طولهم الموجي على الترتيب لندا ونص لندا، يبقى إحنا هنحط مكان لندا واحد لندا ومكان لندا اتنين نص لندا. طيب قال لي إيه كمان؟
قال لي إن الجسمين كتلتهم ام و2 ام، يبقى الكتلة الأولانية اسمها ام حطها تحت، والكتلة الثانية اسمها 2 ام. طيب وقال لي كانت سرعة الجسم الأولاني اسمها في. طيب يبقى احنا هنشيل في واحد وهنحط مكانها في. احنا عايزين نعرف في 2 بتساوي كام. ممكن بمنتهى البساطة نطير اللمبة مع اللمبة، نطير الام مع الام. يبقى احنا هنا هو هنشيل لمبة مع لمبة مع لمبة، وهنشيل ام مع ام. هيتفضل معانا هنا هو واحد على نص، وهنا اتنين. هنودي الاتنين دي من الطرف دوت للطرف التاني، فهتروح مقسوم، أو نعمل ضرب طرفين في وسطين. يعني إيه؟ يعني ممكن إن إحنا نروح عاملين كروس، وبالتالي هيبقى عندنا في، بالتالي هيبقى عندنا في في واحد هتبقى في، وبعدين نضرب اتنين في نص في اتنين، اتنين في نص يعني بواحد في اتنين، يبقى كأنها في اتنين. يبقى كده هو في اتنين هتساوي في. يبقى إجابة السؤال 42. نرجع كده بقى للسؤال عشان نشوف اختيار واحد. هنلاقي هنا هو إن إجابة السؤال هي في، الاختيار رقم في. طيب 43 بيقول إلكترون طاقة حركته 100 إلكترون فولت. فهو عايز طول موجة دي المصاحبة لحركة. طبعا احنا عندنا لندا ليها كذا علاقة. تعالوا نشوف العلاقات اللي ممكن تربط لندا هي ايه. طبعا اللي انا هقوله ده انا كررته كذا مرة واحنا بنشرح ان لندا ليها أكتر من علاقة. أول علاقة هي علاقة دي بروين اللي احنا خدناها، لندا بتساوي اتش على البي في ال. وطبعا احنا هنا ممكن نفك البي ال ب اتش على ام في في. امتى هستخدم العلاقة ديت؟ لما يكون معايا لامدا او ام او سرعة. طيب في علاقة تانية برضو بتربط لامدا، اللي هي ايه؟ اللي هي اتش على جذر 2 كايناتيك انرجي في ام اي. هستخدم العلاقة دي لما هو يكلمني عن طاقة الحركة بتاعة الإلكترون ويربطها لي مع لامدا زي السؤال اللي معايا دلوقتي. وفي كمان علاقة بتقول اتش على جذر 2 اي في، اللي هي شحنة الإلكترون في فرق الجهد مضروبة في كتلة الإلكترون. والعلاقة دي أنا هستخدمها لما يكون معايا لندا ومعايا فرق الجهد. طبعا هنا واضح جدا من المسألة إن الراجل مكلمني عن لندا وبيحاول إن هو يجيب علاقة مع الكاينتيك انرجي، وأنا أكيد عارف كتلة الإلكترون وعارف الاتش. يبقى أنا هعوض في أنهي علاقة؟ يبقى أنا هعوض في العلاقة اللي هي بتاعت لامدا بتساوي، اللي هو المطلوب اللي هو عايزه، بتساوي اتش على جذر 2 كايناتيك انرجي مضروبة في كتلة الإلكترون. طيب أنا عارف إن اتش ب6 و625 من 1000 في 10 نص سالب 34، هقسمها على جذر. هو مديني في المسألة طاقة الحركة ب100 إلكترون فولت. طيب هنا هوت هقول على 2 مضروبة في 100
بس هنا هو دي إلكترون فولت، يبقى هي لازم تتحول إن هي تتضرب في شحنة الإلكترون اللي هي 1.6 في 10 أس سالب 19، وبعدين هتتضرب في كتلة الإلكترون اللي هي 9.1 في 10 أس سالب 31. وشوف طول الموجة دي بيساوي كام بالمتر. وبعدين في المسألة هو عايز يحولها للإنجسترون. نشوف الأول دي هتساوي كام بالمتر، وهيبقى سهل إن احنا نحولها للمتر. طلعت معايا بواحد واتنين أو 1,227 من 1000. نقدر نقول 1.23 من 100 في 10 أس سالب 10 متر. لو أنا عايزها بالإنجسترون يبقى هضرب في 10 أس 10، يبقى هتبقى تقريبا 1.23 من 100 إنجسترون على طول. نرجع كده للسؤال نشوف هو كان طالبها بإيه. فعلا هو هنا طالبها بالإنجسترون في السؤال رقم 43، يبقى هتبقى 1.23 إنجسترون، يبقى إجابة رقم 43 هتكون ب. طيب السؤال 44، إحنا لسه برضه في فكرة الربط اللي هي بتكون ما بين اللمبة وال الفي أو الكينيتيك إنرجي أو السرعة أو فرق الجهد أو ضغط الحركة. ده شكل بيمثل العلاقة ما بين لامدا وواحد على جذر في. يبقى أنا هنا هو هشتغل على العلاقة اللي فيها ده فرق جهد مقلوب جذر فرق الجهد. طيب هروح أشوف كده العلاقة اللي أنا هشتغل فيها الأول، وبعدين هو عايز النسبة بين ام اكس على ام. أول حاجة أنا هروح جاي كاتب العلاقة اللي أنا هشتغل بيها، إن لامدا بتساوي اتش جذر 2 إي مضروبة في فرق الجهد مضروبة في كتلة الإلكترون. طيب لو احنا عايزين نجيب الميل، أنا عندي الراجل على الرسمة عامل لي على محور الصادات اللي هو وعامل لي على محور السينات 1 على جذر الإيه؟ 1 على جذر الفي، وعامل لي خطين. الخط الأولاني هنا ده بيمثل الجسم إكس، والخط التاني ده بيمثل الجسم واي. طيب أنا دلوقتي عايز أعرف إيه هو الميل. عشان أعرف إيه هو الميل هقسم فرق الصادات على فرق السينات، يعني كأني غيرت اللمبة مع فرق الجهد. كده هيطلع معايا الميل بيساوي اتش على جذر 2 إي مضروبة في الام إلكترون. طيب هل الاتش هتتغير ولا ثابتة؟ ثابتة. طب هل شحنة الإلكترون هتتغير ولا ثابتة؟ ثابتة. طيب هو هنا ده مش ام إلكترون، هو هنا ده ام لجسم، يبقى أنا مش هحط ام إلكترون، هعتبرها إن هي ام. يبقى كده إيه علاقة الميل مع الام؟ هي دلوقتي علاقة الميل مع جذر الام إن هي هتبقى علاقة عكسية. يبقى علاقة الميل هتكون عكسية مع جذر الام. طيب مين اللي ميله أكبر؟ إكس. هنلاحظ إن هي ميلها أكبر من واي. يبقى لو أنا عندي ميل إكس أكبر من الميل بتاع الواي، يبقى ده معناه إن جذر الام أو كتلة إكس هتكون أقل من جذر الكتلة بتاعت واي. طيب وهو عايز النسبة بين ام اكس على ام واي، يبقى ام اكس على ام واي كنسبة هتكون أقل من
الواحد. ليه؟ لأن ميل إيه؟ لأن كتلة إكس أو جذر كتلة إكس أقل من جذر كتلة واي. لو ربعنا الطرفين ما فيش مشكلة، يبقى هنا كتلة إكس على كتلة واي مش هتساوي واحد، لا دي هتكون أقل من الواحد الصحيح. يبقى 44. نشوف كده الاختيارات. يبقى 44 هتكون هذه النسبة أقل من الواحد الصحيح. السؤال اللي بعد كده بيتكلم عن النسبة بين أبعاد الفيروس المراد فحصه بالميكروسكوب الإلكتروني إلى طول موجة ديبراي. أنا عارف إن في شرط مهم جدا للرؤية، وهو إن لازم تكون أبعاد الفيروس نفسه أكبر من طول الموجة اللي أنا لازم أشوفها، وبالتالي لابد إن تكون أبعاد الفيروس اللي أنا رايح أشوفه لازم تكون أكبر من الواحد الصحيح. يعني الاختيار رقم ج. السؤال اللي بعد كده أهو بيقول عند استخدام الميكروسكوب الإلكتروني لفحص جسيم قطره 19 من 100 إنجسترون. أنا هعتبر إن 19 من 100 إنجسترون ديت هي بمثابة الطول الموجي للجسم اللي أنا عايز أشوفه، فإنه يلزم ألا يقل فرق الجهد المطبق. يبقى أنا هنا معايا طول موجي وبكلمك عن فرق جهد، يبقى أنه علاقة اللي أنا هستخدمها بالنسبة للندا. أنا لسه قايل من شوية في ثلاث علاقات: علاقة تربط مع الام مع الفي مع السرعة، أو علاقة بتربط مع فرق الجهد، أو علاقة بتربط مع طاقة الحركة. باعتبار إن هو كلمني عن لندا وفرق الجهد، يبقى أنا هنا هو هشتغل العلاقة ما بين لندا وفرق الجهد ونشوف هنطبق إزاي العلاقة. طيب أنا هنا هقول إن لندا بتساوي اتش على جذر 2 اي في فرق الجهد مضروب في كتلة الإلكترون. طيب إحنا هنا إيه اللي طالبينه؟ إحنا هنا طالبين فرق الجهد. طيب يبقى أنا هقول اللمبة بتاعتي أنا معايا 19 من 100، بس دي بالإنجسترون، يبقى 19 من 100 إنجسترون هنضربها في 10 أس سالب 10 هتساوي اتش اللي هو 6 علامة 625 من 1000 في 10 أس سالب 34 على جذر 2 مضروبة في شحنة الإلكترون اللي هي 1.6 في 10 أس سالب 4 واحد آسف 1.6 في 10 أس سالب 19 مضروبة في فرق الجهد اللي أنا عايز أعرفه، مضروبة في كتلة الإلكترون اللي هي 9.1. طبعا كل الكلام ده تحت إيه؟ كل الكلام ده في تحت الكسر على 9.1 في 10 أس سالب 31. وأحسبها وأشوف فرق الجهد هنا اللي أنا المفروض إن أنا أطبقه هيساوي كام. هطلع بالظبط 4175 و16 من 100. نشوف كده الاختيارات هنلاقي الاختيار نمرة تاني. طيب السؤال 47 بيقول برضو عند استخدام فرق جهد قدره 1674 فولت بين فتات الكاثود والانود في الميكروسكوب، فإن أقل القطر هنا هو بيعكس الموجي، لأن هو هنا عايز الطول الموجي، اللي هو إن هو إحنا بنعتبر إن
قطر الفيروس هو بمثابة الطول الموجي بالنسبة لي. أنا عايز الطول الموجي اللي أنا أقدر أفحص فيه الجسم لو أنا استخدمت فرق بين المقدار 1674.7 من 10. تعالى نشوف نحلها إزاي. نفس القانون اللي إحنا لسه معوضين بيه، بس المرة دي إحنا عايزين لامدا مش عايزين كلمة. هنعوض عن اتش اللي هو سالب بلانك 6 علامة 625,000 في أس سالب 34 على جذر هنا 2 في الإي اللي هي شحنة الإلكترون على 2 نضربها في شحنة الإلكترون. فرق الجهد اللي احنا استخدمناه بالنسبة لنا هنا 1674.7 في كتلة الإلكترون 9.1 في 10 سالب 31. طبعا هنا اللمبة هتطلع بالمتر، هو في المطلوب طالبها بالانجسترون. نجيبها الأول بالمتر وبعدين نضربها في 10 أس 10 عشان نحول. تطلع معانا 3 في 10 أس سالب 11 متر. نروح ضربنا في 10 أس 10 عشان نحولها للانجسترون. هتطلع معايا 3 من 10 انجسترون. نروح للاختيارات. في الاختيارات هنلاقي إن هو الاختيار رقم د. السؤال 48 بيقول الشكل المقابل يمثل العلاقة بين أقصى طاقة حركة كانت كنجم مبعثر السطح فلزين مختلفين إكس واي تردد الضوء الساقط على كل منهم. طيب أول حاجة إحنا عارفين إن الميل هنا هيكون سالب بلان، وبالتالي أول اختيار بيقول تكون قيمة الزاويتين ثيتا واحد وثيتا اتنين متساويتين. طبعا ثيتا واحد ثيتا اتنين لأن الميلين زي بعض. طيب اتنين دالة الشغل للفلز إكس أكبر من دالة الشغل لواي. لو إحنا بصينا كده على الرسمة هنلاقي إن الإي ورك بتاعت الإكس أهي، دي الإي ورك بتاعت الإكس ودي الإي ورك بتاعت الواي. واضح جدا إن الإي ورك بتاعت الواي هي اللي أكبر، يبقى الاختيار دوت مش مظبوط. يبقى الاختيار التاني دوت كده دوت غلط. الاختيار الأولاني معايا صح. معلش أنا آسف. الاختيار التاني غلط، إنما الاختيار الأولاني معايا صح. طيب الاختيار التالت بيقول إذا سقط ضوء أحادي الطول الموجي بتاعه أقل من أقل من أقل من التردد الحرجي للفلزين. طالما هو الطول الموجي أقل يبقى يقدر يحرر من الفلزين بس هيحرر من مين بطاقة أكبر؟ من اللي له دالة شغل أقل. يبقى هيحرر من إكس بطاقة حركة أكبر. فهو بيقول لي إيه؟ فإن أقصى طاقة حركة منبعث من مسافة فلز إكس أكبر. أيوه فعلا. ليه؟ لأن إكس هنا كفلز له دالة شغل صغيرة، وكل ما دالة الشغل بتاعته تكون صغيرة يبقى هيحرر منها أكتر. يبقى السؤال الإجابة 3 كمان مظبوط. يبقى كده في كام اختيار صح؟ معايا الاختيار 1 والاختيار 3 صح. يبقى هنختار الاختيار رقم د. سؤال 49 بيقول الشكل المقابل يمثل العلاقة بين طول موجي المصاحب في دي براولي لحركة جسيم من A و B لهم نفس الشحنة ومقلوب الجذر التربيعي للتعبير. طبعا احنا لسه قايلين من شوية إن العلاقة اللي هنشتغل بيها اللي هي مين؟ اللي هي لامدا هتساوي إيه؟ هتساوي اتش على جذر 2 إي في جي في إم
للجسيم ده هو. طيب لأنه مش إلكترون. طيب هنا هو بيقول الاثنين ليهم نفس الشحنة، يبقى الشحنة هنا مش هعرف أجيب علاقة ثابتة، والاتش كمان ثابتة. يبقى لو أنا هجيب علاقة ما بين لامدا، ممكن أجيب علاقة ما بين لامدا وجذر في معايا. تعالوا نشوف هنعملها إزاي مع بعض. طيب العلاقة البيانية اللي معايا للجسمين، ده الجسم A ودوت الجسم B، وأنا معايا مثبت الطول النوري، وجايب هنا ليه القيمة وهنا ليه القيمة، وهنسمي دي لمبة واحد، دي هتعتبر لمبة للجسم B، وديت لمبة للجسم A. طبعا الاتنين ثابتين عند فرق بوضوح. طيب لو أنا قلت لمبة بتساوي اتش زي ما قلنا على جذر 2 اي في الفي مضروبة في شحنة الإلكترون. احنا قلنا دلوقتي هنطلع بره الحسبة ديت شحنة الإلكترون ثابتة، وهنطلع الاتش كمان إنه قال إن هي ثابتة. يبقى كده في علاقة هتربط ما بين اللامدا وجذر في إن إي. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي لو عايز أجيب، يعني عكسية طبعا، يعني أنا هنا عايز أجيب لامدا واحد اللي هو لامدا إي، وهقسمه على لامدا للجسم بي، هقول بي يساوي الجذر التربيعي لإم بي على جذر إم إيه. طب مش هعرف فرق الجهد أساسا. يقول لك لأ، ما إحنا هنا اعتبرنا إن فرق الجهد في الاتنين ثابت عند كام؟ عند الرقم اللي هو عطاني في المسألة اللي هو 33 من 1000. طيب أنا مش محتاج إن أنا أحطه أصلا في المسألة. طب دي جذر إم على جذر إم، نعمل إيه؟ هنربع الطرفين. طيب هو قال لي إن إم إيه على إم بي بأربعة على تسعة، قال لي إم إيه على إم بي بأربعة على تسعة، يبقى أنا كأني هقول جذر وهحط أربعة اللي هي كتلة إيه على تسعة، ده يديني لمبة إيه لمبة بي. ما ننساش إن لمبة إيه في المسألة اللي هي بتمثل لمبة إيه دي في المسألة اللي هي بتمثل لمبة واحد، يعني سوري اللي هي بتمثل لمبة اتنين. وما ننساش برضو إن لمبة بي هي اللي بتمثل لمبة واحد. يبقى أنا كأني كده بجيب لمبة إيه؟ كأني بجيب لمبة اتنين على لمبة واحد، كأني بجيب لمبة اتنين على لمبة واحد. اللي هتبقى جذر تسعة على أربعة اللي هي هتساوي تلاتة على اتنين. بس هو في المسألة عايز إيه؟ هو في المسألة عايز لمبة واحد على لمبة اتنين، مش اتنين على واحد. يبقى هنقلبها في الآخر، يبقى لمبة واحد على لمبة اتنين كأنها بتساوي اتنين على تلاتة. نشوف كده الاختيارات، هنلاقي إن 49 الاختيار بتاعها نمرة 1000. طيب
السؤال نمرة 50 برضه ميكروسكوب إلكتروني يعمل على فرق جهد اسمه في، يكون الطول الموجي المصاحب لأسرع إلكترون اسمه لامدا، فإنه لفحص جسيم طوله لامدا على 2 يلزم نعمل إيه في فرق الجهد؟ نشوف برضه علاقة تاني ما بين اللمبة وفرق الجهد في. احنا عندنا يا جماعة الكاينتيك انرجي، عارفين إن هي بتساوي نص ام في تربيع، نص ام في تربيع. طيب ايه رأيكم هنعمل حاجة بسيطة أوي؟ هنيجي هنا في البسط ونضرب هنا في ام ونقسم على ام، يعني هتبقى كأنها بتساوي نص ام تربيع، نص ام تربيع في تربيع على ام. طيب مش أنا عندي أصلا كمية التحرك بتساوي ام في يبقى لما أنا أقول ام تربيع في تربيع مش كأني قلت إن دي بي ال تربيع في البسط على 2 ام. يبقى العلاقة اللي هتربط طاقة الحركة مع كمية التحرك يعني نفس الجسيم، هي إن الكينيتيك إنرجي هي بتتنسب طرديا مع مربع البي ال تربيع. طيب تعالى بقى كده احنا عرفنا العلاقة اللي بينهم، تعالى نمسح الكلام ده كله بقى كده ونبدأ نحل المسألة كلها من الأول. أنا عرفت دلوقتي إن في علاقة ما بين ال بي ال تربيع والكينيتيك انرجي. يبقى لو انا قلت كاينتيك انرجي واحد على كاينتيك انرجي اتنين هتساوي بي ال واحد الكل تربيع على بي ال اتنين الكل تربيع. طيب هو قال لي ايه؟ قال لي زادت كمية تحركه بمقدار 29%. يعني هو لو كانت كمية تحركه في الأول اسمها بي ال، فهي أصبحت بعد كده هوت لأن زاد 29%، يبقى أصبحت بي ال وعليها 29 من 100 من البي ال ده هي. بس الكلام دوت الكل آه تربيع، يعني هتساوي في البسط هيبقى بي ال تربيع، في المقام هيبقى نفتح قوس كده وهنربع، هيبقى 21 من بي ال الكل تربيع. طيب لو جينا احنا كده ربعنا المقام ده، يعني ربعنا الواحد و29 مية، نلاقي إن هي هتطلع 61 من 100. يبقى هتطلع 1 علامة
66% بي ال تربيع. هنروحوا شايلين البي ال تربيع اللي في البسط ديت مع البي ال تربيع اللي هنا ديت، مش هيتفضل لي غير في البسط واحد، ودي كده شلناها خالص، ودي كده شلناها كلها خالص. يبقى اتفضل لي في البسط 1/1 66. هساوي بقى طاقة الحركة الأولانية هي على طاقة الحركة التانية ب1/1 66، ونعمل طرفين في وسطين. يبقى الكاينتيك إنرجي 2 هتساوي 1/66 من الكاينتيك إنرجي 1. وده معناه إن الزيادة اللي حصلت في طاقة الحركة هي 66 أو 66%. طب إحنا إزاي بنجيب أي طاقة؟ نفكركم بالظبط إزاي بنجيب أي طاقة. أي طاقة هطرح التاني ناقص الأولاني، وأقسم دوت على الأولاني مضروبة في 100. طيب أنا دلوقتي ممكن أشيل كاينتيك إنرجي 2 دي وأحط مكانها 1/66 من كاينتيك إنرجي 1. أهو طبعا ممكن أشيلها وأحط مكانها 1/66 من الكاينتيك إنرجي 1. طيب يعني كأني في البسط هطرح 1/66 من 1. يبقى البسط ده لما أنا هطرح 1/66 ناقص 1 هيتفضل معايا 66 كاينتيك إنرجي 1. طيب مش أنا ممكن أطير الكاينتيك إنرجي 1 اللي في البسط من الكاينتيك إنرجي 1 اللي في المقام؟ ينفع أضرب 66 في 100 فيطلع الناتج في الآخر 66%. نرجع بقى للاختيارات عشان نشوف الاختيار الخامس. لما رجعنا للاختيارات لقينا إن هو الاختيار رقم ألف. 55 بيقول إذا زاد تردد الفوتونات الصادرة من جسم متوهج فإن عددها طبقا لتصور ماكس بلانك عددها هيحصل له إيه؟ هيقل. يبقى لو زاد تردد الفوتون فإن عدد هذه الفوتونات هيقل. يوضح الجدول شدة الإشعاع الصادر لبعض الترددات في مدى طيفي معين. ماشي، استخدم كل منها على حدة بإضاءة سطح معدني دالة شغله بالرقم ده هو. جميل. حدد أي هذه الإشعاعات يمكنها تحرير أكبر عدد من الإلكترونات. قبل ما أحدد أكبر عدد من الإلكترونات لازم أحدد مين فيهم اللي هيحرر. طب هل أبص الأول على الشدة اللي هي عالي أو متوسط أو ضعيف، ولا أبص الأول على التردد؟ والله لو أنا من الكلاسيكيين يبقى أنا كنت هبص على الشدة، وده غلط كلية. يبقى أنا مش هبص أول حاجة على الشدة، يبقى أنا هبص أول حاجة على إيه؟ أنا أول حاجة هبص على التردد ده. طيب أنا عشان أعرف هو هيحرك ولا مش هيحرك يبقى أنا لازم أجيب التردد الحرج. طيب التردد الحرج ده بيساوي إيه؟ التردد الحرج بيساوي الإي وورك مقسوم على ثابت بلانك. طيب يبقى احنا هنقسم دالة الشغل اللي هي 3.56 في 10 أس سالب 19 على ثابت بلانك اللي هو 625 في 10 أس سالب 34. طلع التردد الحرج بالنسبة لي 4.61 في 10 أس 14. تمام. ده التردد الحرج اللي هو أقل تردد أنا محتاجه.
اللي أقل من ده ما يحررش، اللي أعلى منه يحرر. لو بصينا كده على الجدول هلاقي إن أنا عندي في اتنين يحرروا اللي هما ب وج، بس هو عايز اللي يحرر أكبر عدد من الإلكترونات. أبدأ بعد كده أروح رايح للشدة. الاختيار ب بيقول إن الشدة متوسطة، أما الاختيار د بيقول الشدة ضعيفة، يبقى الاختيار ب هو اللي هيكون صحيح. يبقى أنت هتلتفت إلى الشدة، هتلتفت للشدة بعد ما حقق الشرط الأولاني وهو شرط التردد أو الطاقة. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول في الشكل المقابل سقوط الإلكترونات الموجلة على شق مزدوج بتظهر على شاشة فلورسية. الظاهرة اللي حدثت هنا دي ظاهرة موجية وهي ظاهرة الخيوط. يبقى هذه الظاهرة بتثبت أنه خاصية أو تثبت الخاصية الموجية للإلكترونات طبقا لتصور وكلام دي برودي. الفوتونات التي تتغلب على الصفة الجسيمية. يعني إيه تتغلب على الصفة الجسيمية؟ آه، تتغلب الصفة الجسيمية على الصفة الموجية، يعني هي تتعامل كنموذج ماكروسكوبي أو كنموذج جسيمي. إن أنا لما أقول تتغلب الصفة الجسيمية على الصفة الموجية يبقى هي هتظهر كخصائص جسيمية أو كخصائص ماكروسكوبية وليست خصائص ميكروسكوبية، آسف. هتظهر كخصائص ميكروسكوبية وليست كخصائص ماكروسكوبية. يعني هي في التصور الغير مرئي بالنسبة للفوتون. موجات الميكروويف والضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء دي هي كلها موجات. ده بيقول موجات ميكروويف اللي هي موجات الضوء المرئي من الأشعة وموجات كهرومغناطيسية. الأشعة تحت الحمراء موجات تحت الحمراء. إنما الحاجة الوحيدة اللي هي هتبقى فيما دون المرئي أو في المستوى الميكروسكوبي أو اللي بيغلب عليه الصفر الجسيمية هي موجات أشعة جاما. أنا كل ما بقل في الطول الموجي بتاعي بيزداد التردد بتغلب على الموجات الكهرومغناطيسية في هذه اللحظة الخاصية الجسيمية عن الخاصية الموجية. هي ظاهرة كنت موضحة فإن التغير في سرعة الإلكترون. دلوقتي أنا عندي فوتون سقط على الإلكترون، فالفوتون اتشتت بلمبة معينة والإلكترون هو كمان اتشتت. هو عايز التغير في سرعة الإلكترون، يبقى أنا هرجع للشاشة بتاعتي وأحاول أحل هذا السؤال. ولا الاختيار السليم بالنسبة لي هو الاختيار رقم ألف. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول شعاع من الفوتونات قدرته 311 من ألف. طاقة الفوتون الواحد 311 من 100 ألف فولت يسقط على نقطة خلية كهربائية فرق وجود عليه. وكانت أقصى قراءة للمايكرو أميتر 2 مايكرو أميتر. هو عايز معدل سقوط أو معدل انبعاث الإلكترونات على معدل سقوط الإلكترونات. طيب في حاجة سهلة أنا ممكن أجيبها اللي هي معدل انبعاث الإلكترونات. طيب إزاي أجيب معدل انبعاث الإلكترونات؟ مش أنا معايا قراءة المايكرو أميتر أهي، يعني معايا التيار. طيب مش أنا عارف إن التيار بيساوي إن في إيه مقسومة على التي. طيب مش إن على تي ده بيمثل بالنسبة لي معدل انبعاث إلكترونات. يبقى أنا ممكن أجيب هنا معدل انبعاث الإلكترونات إن أنا أقسم التيار على شحنة الإلكترون دهيت. أعد شحنة الإلكترون من الناحية دي من الناحية التانية. لو قسمت التيار على شحنة الإلكترون فأنا جبت إن على تي اللي هو معدل انبعاث الإلكترونات. طيب أما بالنسبة لمعدل سقوط
الفوتونات، لا لازم أروح لقانون الباور اللي هو مديني القدرة وطاقة الفوتون الواحد. طيب تعالوا نشوف هنعملها. احنا قلنا إن احنا هنجيب باي على إي، وده هجيب منه معدل انبعاث الإلكترونات. التيار اللي معايا 2 مايكرو أمبير، يبقى 2 في 10 أس تساوي 6، هقسمه على شحنة الإلكترون اللي هي 1.6 في 10 أس تساوي 19. ده هيساوي 1.25 في 10 أس 13. اللي احنا جبناه دلوقتي ده هو معدل انبعاث الإلكترونات اللي هو أول حاجة. طيب أروح بقى أجيب معدل سقوط الفوتونات. طيب أجيب إزاي معدل سقوط الفوتونات؟ إحنا قلنا إن الباور قبل كده بتساوي ال إي مقسومة على التي، بس ده لو كان بفوتون واحد. طب لو كان الكلام ده عدد من الفوتونات يبقى أنا هضربه في إن. طب أنا عايز معدل انبعاث الإلكترونات. طب بمنتهى البساطة، مش إن على تي ده هي معدل انبعاث الإلكترونات. يبقى لو أنا عايز أجيب إن على تي، أروح جاي قاسم البار على الإي. طب هو في المسألة قال لي البار بكام؟ قال لي البار ب 311 ملي واط، يبقى 311 ملي، يبقى هنضرب في 10 بس تساوي 3 على الطاقة بتاعت الفوتون الواحد 3 و11 إلكترون فولت. متنفعش، لازم نضربها في كام؟ في 1.6 في 10 أس سالب 19. طيب نشوف ده هيطلع. هيطلع الناتج تقريبا 6.4 في 10 أس 14. طيب أنا دلوقتي عايز أجيب معدل انبعاث الإلكترونات على معدل سقوط الفوتونات. يبقى أنا هقسم 1.4 في 10 أس 13 على 6.4 في 10 أس 14. لما هقسمهم على بعض الناتج اللي هيطلع 1/50. بس دي مش نسبة مئوية. هروح ضارب 1/50 في 100، هيطلع الناتج دوت 2%. طيب نشوف كده الاختيارات. اه 2%. طيب السؤال 61 سؤال سهل، بيقول عند تسليط شعاع إلكتروني على شق مزدوج كامل الشكل فتظهر على الشاشة الفلوسية. لسه قايلين من شوية إن دي تجربة حيوب للإلكترونات بتثبت خاصيتها النووية، فمش هتظهر بقعة واحدة ولا بقعتين، لا دي هتظهر عدة بقع مضيئة بالنسبة لي على الشاشة. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول فوتون جامع طاقته 662 أو ده معايا ده طاقته 662. الفوتون ده خبط في إلكترون فاتشتت بطاقة حركة، والفوتون هو كمان اتشتت بطاقة تانية اللي هي اسمها اتش نيو داش. رجع الفوتون اللي هو اتش نيو داش دوت اتشتت وخبط في إلكترون شتته بطاقة حركة 100 كيلو إلكترون فولت، وتشتت الفوتون بطاقة 400. ده معناه إن الفوتون اللي سقط اللي هو اتش نيو داش طاقته اتشتتت إلى طاقة حركة للإلكترون وطاقة للفوتون اللي تشتت.
بتاخد فلوس أقدر فلوس. دي ب 400 ودي ب 100 يبقى ده كام؟ ب 500. طيب ال 500 دي هي جزء من الطاقة اللي أنا سقطت بيها في الأول في الأساس اللي هي 662. 662 لما خبطت جزء منها راح تاخد حركة وال 500 التانيين راحوا اتشالوا، يبقى تاخد الحركة بكام؟ هتطلع 662 من 500 يطلع 162 كيلو إلكترون. تبقى دي 62 هي نمرة ج. السؤال اللي بعد كده بيقول تم التأثير على بعض الجسيمات الافتراضية التي لها نفس الشحنة تمام وبنفس فرق الجهد تمام، ويوضح الجدول المقابل كتل تلك الجسيمات فإن النسبة بين سرعتها. طيب أنا دلوقتي لو جيت للقيمة بتاع طاقة الحركة اللي هو بيقول إيه؟ بيقول طاقة الحركة بتساوي نص ام تربيع. طيب مش طاقة الحركة دي بقى بتساوي اي اللي هي شحنة الإلكترون في في اللي هو فرق الجهد أهي. طيب أنا بقول لك إيه هنا؟ تم التأثير عليها على نفس الشحنة وبنفس فرق الجهد. يبقى الشحنة ثابتة وفرق الجهد ثابت. إذا طاقة الحركة كلها هتكون ثابتة. هتكون ثابتة هتكون ثابتة. وبالتالي النسبة بين السرعات في اي لفي في إلى في سي هتكون بالنسبة لطاقة الحركة هتكون واحد لواحد. طاقة الحركة هتكون واحد لواحد لواحد. يبقى هو عايز طاقة الحركة وهو عايز السرعة. طيب هنا هو لو احنا هنا بصينا يبقى كده اللي مضروبين في بعض علاقتهم ببعض علاقة عكسية. يبقى العلاقة هنا اللي بين الكتلة ومربع السرعة علاقة عكسية. طيب أنا عايز في اي على في بي على في سي. واحنا هنا بصينا احنا هنا جبنا علاقة بين كينيتيك انرجي واحد اللي هي نص ام اي في اي تربيع الى كينيتيك انرجي 2 اللي هي نص ام في بي ام بي في بي تربيع الى كينيتيك انرجي اللي بتاعت الجسم سي. طيب هنا هنطير النص دوت مع النص دوت مع النص دوت. طيب هنيجي نشوف كتلة ايه؟ واحد حاجة في الجدول كلهم ضاربين في 10 أس سالب 31 كده ممكن ما اكتبش 10 أس سالب 31. نكتب النسبة بتاعت ده كام؟ ده كام؟ 23 إن بي لما تساوي 20 في 10 أس سالب 31 فهي هتطلع 7. هتطلع هنا 27 وهشيل كتلة سي و200 كتلة سي وهتعمل في 10 أس سالب 31 وهقول 1 و8. طيب أنا دلوقتي عايز أقسمهم على رقم يسهلها يعني. أقسمها هنا على 3 وأقسمها هنا على 3 وأقسمها هنا على 3. يبقى كأن في 4 إلى 9 في بي تربيع إلى 27 في سي الكل تربيع. آه جذر التربيع
يبقى كأنها في إيه إلى 3 بي بي إلى 3 بيز 3 في سي. يبقى النسبة هنا هتبقى 3 جذر 3 إلى 3 إلى 1. هيكون رقم B. السؤال اللي بعد كده عندي تمثيل كل من الإلكترون ونيوترون وبروتون بحيث يكون الطول بينهم مساوي يكون متساوي. طيب أنا عدلت التلاتة دي بنفس الطول الموجي، وبالتالي كمية الحركة في التلاتة هتكون واحد، لأن اتش لامدا بتساوي اتش على البي ال. طيب إذا كانوا كلهم نفس الطول الموجي كلهم نفس الاتش ثابتة، يبقى كلهم هيكون ليهم نفس كمية التحرك. يبقى اختيار رقم دي. سؤال بيقول المنحنيين A و B في الشكل المقابل الممثلين كيف تتصور علماء طوال في شدة الإشعاع الصادر من الجسم ساخن عند الأطوال الموجية المختلفة. المنحنى B طبعا ده بتاع الكلاسيكية، والمنحنى A ده بتاع الفيزياء الحديثة. طيب المنحنى A اللي هو بتاع الكلاسيكية بيقول الطاقة المنبعثة من الجسم المتصل على أهمه ما قالوش إن هي متصلة، قالوا إن هي مكمل. الاختيار بيه بيقول الطاقة المنبعثة من الجسم مكملة، فعلا في المنحنى إيه الطاقة دي مكملة كميات ورا بعض. طب نشوف كده الاختيار ب بالنسبة للمنحنى ب. المنحنى ب وفقا للكلاسيكية كانت الطاقة المنبعثة من الجسم ب متصلة. بالظبط. طيب تزداد شدة الإشعاع مع زيادة طول الموجة. شدة الإشعاع بتزيد مع زيادة طول الموجة، وشدة الإشعاع دي لو زادت يعني معناها طاقة زادت أو حرارة زادت أو طول الموجة لازم يقل. مينفعش تقل شدة الإشعاع مع زيادة طول الموجة عن لمدة مول، بس تزداد شدته مع زيادة طول الموجة اللي هي في الدايرة. ما تنفعش، يعني في جزء نفع وجزء ما ينفعش. هي الاختيار هنا ما يمشي صح بالنسبة لي، هو الاختيار نمرة. في الشغل المقابل وضع الجسم الأسود متوهج أمام سطح معدني في تتبع الإشارة عن الجسم الأسود في مقاس الاختلاف من سطح المعدن. لو رفعنا درجة الحرارة فمعدل الانبعاث أكيد هيزداد معدل الانبعاث. مش كده بس، ده كمان طاقة الحركة هتزيد. الشكل المقابل ده جسم أسود متوهج أمام سطح معدني فتسبب إشارة أن الجسم الأسود في انبعاث الانفجار من سطح المعدن. فإذا رفعت درجة الحرارة فإن أقصى طاقة حركة هي هتزداد هي كمان لأن هنا ده جسم أسود فهو ممتص مثالي وباعث مثالي، يعني هو بيشع إشعاع كطاقة، يبقى في عدد فوتونات وفي طاقة، يبقى هتزداد طاقة الحركة كمان معايا. السؤال اللي بعد كده خلاص فاضل 3 أسئلة الحمد لله. بفرض أن الفوتون المشتت في ظاهرة كوانتم على سطح معدن زي ما احنا شايفين سقط بتردد ميو. طيب أنا لو سقطت بتردد ميو زي ما احنا شايفين، فأنا في 9/10 ميو راحوا في الفوتون المشتت، يبقى الإلكترون خد قد إيه؟ يبقى الإلكترون خد 1/10 اتش ميو. طيب ده الأولاني. طب الفوتون التاني جاله 9/10، والمعدن ده عايز 4/10 اتش ميو، وأنا أسقطت عليه 9/10 اتش ميو. طب ده أكبر من ده أكبر من دالة الشغل، يبقى هيحرك بفرق الطاقة. الفرق بين 9/10 و4/10 يبقى هيحرك بفرق 5/10 اتش ميو. جميل جدا. يبقى هو احنا لو عايزين النسبة بين سرعة الإلكترون واحد وسرعة الإلكترون اتنين، الأول أنا عايز أجيب النسبة بين طاقة حركة الأول وطاقة حركة التاني. طاقة الحركة بتاعت الأول على طاقة الحركة بتاعت التاني هتبقى ب1/5. طيب بس هو مش عايز
طاقة الحركة الأولانية على طاقة الحركة التانية. لو عايز V1 على V2، طب ما أنا عارف إن طاقة الحركة بتساوي نص في تربيع. يبقى لو أنا عايز V1 على V2 كنسبة، يبقى أنا ممكن أجيب النسبة بين جذر كاينتيك إنرجي 1 على جذر كاينتيك إنرجي 2. يبقى أنا هجيب جذر الكاينتيك إنرجي 1 على جذر الكاينتيك إنرجي كام؟ 2. يعني النسبة الأولى لطاقة الحركة بتاعت الأولانية، طاقة الحركة بتاعت التاني هتبقى 1/10 اتش نيو على 5/10 اتش نيو. يبقى كينيتيك انرجي 1 على كينيتيك انرجي 2 أكنها 1 على 5. طب أنا عايز النسبة بين السرعة والسرعة، يبقى هجيب الجذر التربيعي الكينيتيك انرجي ديت، يعني الجذر التربيعي لواحد على 5 هيطلع معايا جذر 5/5 باختيار رقم ده اللي هو اللي مظبوط. خلي بالك هنا هو مش عايز النسبة بين طاقة الحركة، هو أنا عايز النسبة بين السرعة. يبقى النسبة بين السرعة هتبقى علاقة مع الجذر التربيعي للكينيتيك انرجي. في منحنى بلانك الذي أمامك تكون النسبة بين عدد الفوتونات المنبعثة عند النقطة A إلى عددها عند النقطة B. طيب تعالى نشوف النقطة A دي إيه اللي بيميزها. النقطة A دي عند أقوال موجية صغيرة، إذن هي عند ترددات عالية. يبقى هنا التردد كبير، كتردد كبير، والطول الموجي صغير. طب عندي البي لا، ده طول موجي كبير يبقى تردد صغير. طيب وهو الراجل قال إيه؟ قال إن في الترددات العالية بيقل العدد. طيب لو إحنا ركزنا في حاجة بسيطة جدا، نمسح دي بس كده عشان نشوف أنا عايز أوصل لحاجة إيه هي؟ إن إحنا لو بصينا لشدة الإشعاع اللي هو صادر من الجسم عند نقطة إيه أو الجسم عند نقطة بي، هنا هو نفس الرقم. طب إزاي نفس الشدة وهنا هو ده التردد وده بتردد تاني مختلف؟ العدد بتاع الفوتونات. عدد الفوتونات عندي إيه؟ قليل جدا. وإن هنا آه الطاقة بتاعتها كبيرة، لأن إحنا اتفقنا إن أنا عندي الإيه؟ ده لمدة واحد دي طول موجي أصغر من لمدة اتنين، في الطول الموجي هنا صغير يبقى التردد كبير، تبقى العدد هيقل. إنما عندي الطول الموجي كبير يبقى التردد صغير، يبقى العدد بتاع الفوتونات هيكون كبير. هو عايز نسبة عدد الفوتونات عند النقطة إيه إلى عدد الفوتونات عند النقطة B. إحنا لسه قايلين العدد عند إيه أقل من العدد عند B، يبقى النسبة بين الاتنين هتكون أقل من الواحد الصحيح. طيب آخر سؤال معانا في أسئلة الفصل الخامس، طبعا الفصل الخامس من الفصول المليانة في الحديثة، وهو أكبر فصل. وأنا بدأت بأكبر فصل في الحديثة، وإن شاء الله يعني تكون المراجعة دي غطت معظم الأفكار اللي موجودة جوه الفصل ده. السؤال طبعا بيقول جسمين إيه وبي لهما قطع مختلفة وأيضا طاقة حركة مختلفة كما هو واضح. أنا عايز النسبة بين الطول الموجي الإيه على الطول الموجي للبي. طيب دلوقتي إحنا عندنا علاقة نشغلها مع الطول الموجي. هنشتغل بالعلاقة بتاعت الطول الموجي اللي هي لامدا بتساوي اتش على جذر 2 كاينتيك انرجي في كتلة الإلكترون. طيب أنا دلوقتي لو أنا عايز أجيب لامدا إيه على لامدا دي، لو أنا عايز أجيب لامدا إيه مقسومة على لامدا دي، يبقى أنا كل اللي أنا محتاجه إن أنا هجيب جذر كاينتيك انرجي لدي، مثلا اللامدا الرئيسية مضروبة في ام بالجسم بي، مضروبة ده على الكاينتيك انرجي لإيه مضروبة في كتلة إيه. طيب تعالى نشوف كده الكاينتيك انرجي
بتاعت دي بكام؟ 16. والكتلة ب4، يبقى كأني هضرب 16 في 4. طيب كمية الانرجي بتاعت ايه بكام؟ بواحد، كأنها بواحد. الكتلة كأنها برضو بواحد. يبقى الجذر التربيعي، يبقى النسبة هتبقى الجذر التربيعي 16 في 4 اللي هي هتطلع 8. يبقى النسبة دي هتطلع 8 على 1. نقول الحمد لله 70 سؤال غطوا الفصل الخامس في الظواهر كلها. غطينا معظم القوانين والأفكار. الأفكار اللي موجودة هنا تدرجت ما بين متوسط وعالي. كمية الأسئلة اللي ليها علاقة بشكل امتحان آخر السنة نسبة كبيرة جدا. أتمنى إن يكون المراجعة عجبتكم. إن شاء الله أشوفكم مع مراجعة الفصل السادس بإذن الله. هتابع بقى إن شاء الله بإذن الله التنسيق بقى. أفكركم بس ما تنسوش إن أنتم لازم 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 تحلوا يوميا على الأقل كل يوم 8 امتحانات. بالتوفيق إن شاء الله.